بستغرب جدا من الناس اللي اقول له ما تديش البطاقه بتاعتك او الهويه الشخصيه بتاعتك ايا كانت الدوله العربيه اللي انت عايش فيها لاي حد، ويقول لي هم هيعملوا بالبطاقه ايه. انا ما نزلت فيديو بتكلم عن البنت اللي هو في شركه حاولت تنصب عليها او تتحايل عليها عشان يبعتوا لها البطاقه وصوره سيلفي. دي كانت اول طريقه من التحايل بتحصل بيها. بس بعد كده استلمت كميه رسائل من تجارب ناس حصل لها نفس المشكله بطرق تانية انا بصراحه ما كنتش اعرفها، كتيرة جدا كتيرة. وفي ناس فيهم فعلا في مشاكل، في ناس عندها محافظ بفلوس، في ناس البطاقة بتاعتهم اتحطت في اكونتات ونصب، في قصص كتير. لو الناس مش هتزعل انا كنت حطيت الرسائل اللي هم بعتوها لي هنا. لكن يا جماعة في طرق كتير، منها ابتزاز، منها ان انت الناس اللي بتقول لي هو ازاي هياخدوا كارد. هو الكارد مش لازم يتاخد من البنك، وحسب الدولة اللي انت عايش فيها. انا بوجه الكلام، مش بوجه بس للناس اللي عايشة في مصر، في دول كتير عربية. في اماكن كتير انت ممكن مثلا تروح تشتري ثلاجه بالقسط مثلا وتسيب صوره بطاقتك. في اماكن ممكن تروح تشتري عربيه وتتحايل عليهم وتسيب صوره بطاقتك. في طرق كتير، في ممكن تطلع محافظ، في ممكن يحصل عمليه ابتزاز، في ممكن يطلعوا لك يعمل اكاونت ويكلم ناس باسمك انت. كل دي طرق يا جماعه لازم تاخد بالك. لو انت بقى مش مقتنع بكل اللي بقول لك عليه ده، ادي